مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بدايه الدوري الجديد والموسم الجديد. ماتش الزمالك وسيراميكا لسه خلصان من شويه. اول ماتش النادي الزمالك الموسم دوت كسب 2-0. ماتش فيه علامات استفهام كتير جدا، ماتش مليان علامات استفهام. مبدئيا كده الزمالك بدأ الماتش بتقريبا 10 لعيبه كانوا قدام او بيلعبوا من الموسم اللي فات. تشيكو بينزا اللاعب الجديد الوحيد، وتشيكو بينزا هو اول علامه استفهام معانا النهارده. شيكو بنزا محدش يقول لي لسه جديد ولسه ما انسجمش والدنيا، لان الكلام ده ممكن يتقال في مهاجم ضيع فرص كتير بس بيروح على الجون، يتقال في مدافع كويس وصلب وبتاع بس غلط غلطه دخلت فينا جون. انما هتقوله لي على لعيب مش عارف يعدي مره واحده بالكوره، وينج افريقي او اجنبي مش عارف يرقص مره واحده. 80% من باصاته مس باص، 80% من باصاته مس باص. انا بتفرج على تشيكو بينزا وبتفرج على الماتش امبارح بتلكك ان هو يبقى كويس، عارف اللي هو ايه. نفسي ان هو بس اول ما يستلم استلامه حلوه اقول ايوه بقى، ابص اللي اتقطعت منه، يجري الاقيه فتح سبرنت سريع قوي قوي اقول ايوه هي دي ميزته السرعه ابص الاقيها رجع تاني واتقطعت منه. باصات سهله جدا، يعني باصات سهله مش عارف يعملها. اقول لك برضو في الاخر انا مش هحكم عليه، اكيد من 70 دقيقه ولا ماتش اللي هو لعبه دوت اكيد ممكن في الاخر يطلع منه حاجه كويسه ويطلع ان هو لعيب قوي جدا، بس يمكن كان اول ماتش مخطوف. كل الكلام اللي انا اصلا مش مقتنع بيه دوت هفضل حاطه في اعتباري جدا. تاني علامه استفهام واللي فاجئتني جدا النقطه ديت، وهو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد امبارح كده وانا بتفرج عليه مش عارف ليه رجعني كده بالذكريات لحسام عبد المجيد من 3 سنين. الوقت اللي كان عواد بيتخانق معاه ومش عارف مين ايه يا حسام ويغلط والناس كلها تهاجمه ويبقى كوميكس. مش هو ده حسام عبد المجيد بتاع السنه اللي فاتت. فخر اللقاء لف بيه لفه كده اول الماتش وجت في العارضه، كورتين كان هيغلط فيهم، في واحده بصاها اصلا للمهاجم لولا ان هي خبطت فيه وهو وقع، وفي واحده ثانيه برده اتزنق وبصاه اي باصه راحت في نص الملعب برده ستر ربنا ان هي ايه عدت. ومش حسام عبد المجيد خالص بتاع السنه اللي فاتت الناشف اللي الواحد كان معتمد عليه وشايف ان هو احسن مدافع في مصر. فبرضه مستوى حسام عبد المجيد ده بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. طيب نخش في ثالث علامه استفهام واهم علامه استفهام بالنسبه لي، وهو السكند بول. امبارح الشوط الاولاني مفيش تقريبا سكند بول الزمالك عرف ياخدها. اي لاعب في الزمالك بياخد السكند بول باستثناء ناصر منسي بس. الوحيد اللي بيقدر ان هو ياخد السكند بول ناصر منسي بس. وانا بالنسبه لي كنت شايف ان ناصر منسي امبارح من احسن اللعيبه الموجوده في الماتش. مش عشان حاجه هو نعم ما ضيعش فرص ولا، بس بجد بيضغط صح جدا، بياخد السكند بول حلو جدا. هو حظه ان كان بيلعب وراه او جنبه ناصر ماهر اللي هو مش مركزه خالص، مش مركزه خالص، ولما لعب في نص الملعب بقى هو ده مركزه وظهر جدا ناصر ماهر. والناحيه الثانيه كان شيكو بينزا اللي هو اصلا مموت الجبهه ديت. زي ما انا بتكلم على السلبيات ديت اكيد في ايجابيات برضو، يعني اكيد برضو في حاجات ايجابيه بصراحه كانت واضحه جدا بالنسبه لي امبارح، وهو ادم كيد. ادم كايد بالنسبه لي انا شايف ان هو لاعب مده قليله جدا عن شيكو بنزا ونزل في حاجه بسيطه جدا، بس واضح ان الراجل دوت عنده لمسه كويسه. واضح ان الراجل دوت هيبقى هو الوينج الشمال الاساسي في الزمالك. واضح ان الراجل دوت كمان بيلعب بحماس ومتحمس وعنده حته الجرينتا، مش بيلعب بالشوكه والسكينه والعينه اللي هي بتاعت حريف ومهاري وخلاص، لا هو بيلعب بجرينتا ويروح ويضغط ويرجع يدافع. فانا ارتحت جدا لما شفت ادم كايد امبارح بيلعب بالمستوى ده. بس لازم على طول اول ما تقول الكلمتين دول تربطها بنقطه مهمه جدا لجمهور الزمالك: بلاش تصيطوا اللعيبه. النقطه ديت انا اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات او في الفيديو قبل اللي فات، وقلت جمهور الزمالك عاطفي. لما لعيب بيعمل حاجه كويسه ولا بيلعب ماتشين ثلاثه حلوين بيعمل له فيديوهات كليب وينزل له اغاني وخلاص يخليه اهم لاعب في العالم لحد ما اللاعب دوت مستواه بيرجع ومستواه بيضعف، واللاعب دوت شخصيا لما يجي يجدد يحط بقى شروطه ويبقى هو نجم النجوم. فمش عايزين بس جمهور الزمالك يوصل اللعيبه بتاعتنا للنقطه ديت ويوصلهم للمرحله ديت على قد ما يقدر. طيب مين تاني نقطه ايجابيه؟ انا شايف النقطه ايجابيه بصراحه برضو امبارح الراجل اللي اتهاجم كتير جدا والراجل اللي كان كل جمهور الزمالك عامل عليه حمله قويه جدا الفتره اللي فاتت، وهو بصراحه انا شايف ان هو دونجا. دونجا امبارح عمل ماتش حلو. دونجا امبارح انا بالنسبه لي عامه الفتره اللي فاتت قبل ما الموسم يبدا كنت دايما بقول ان دونجا انا شايف ان هو يطلع اعاره او الزمالك يعني يحاول يسوقه او ما يجددش عقده. كنت شايف ان احنا كنا نجيب واحد زي محمود صابر او حماد حمدان مكانه. بس انا شفت امبارح دونجا عامل مستوى حلو قوي، وحسيت ان ده دونجا واخد الموسم سنه تركيز. حتى في الماتش ما فيش الحته بتاعت الهزار والكاميرا والكلام ده، لا انا حسيت ان هو واخد الماتش امبارح تركيز جدا. ونقطه عجبتني قوي من فيريرا ان هو دايما اول ما الكوره
بتبقى مع الزمالك من ضربه المرمى الثلث الاولاني دونجا بيبقى ليبرو. طيب هتقول لي ايه رايك في الماتش بشكل عام بقى بعيدا عن النقط دي كلها؟ هقول لك انا باختصار كده، انا شفت الشوط الاولاني الزمالك بتاع السنه اللي فاتت بالظبط، مفيش اي اختلاف، انا اكني لسه قاعد السنه اللي فاتت، نفس الملل ونفس البطء ونفس الاحساس اللي هو الزمالك ممكن يخش فيه جون في اي وقت، نفس الغلطات، مفيش اي جديد خالص، هو نفس الزمالك بتاع المركز الثالث. يعني الزمالك لو كمل بالشوط الاولاني اللي انا شفته ده، الزمالك السنه دي هيخلص مركز ثالث. تمام كده. طب الشوط الثاني ايه اللي اختلف؟ الشوط الثاني ما اختلفش حاجات كتير قوي، غير ان في لعيبه كويسه نزلت زي عبد الحميد معالي وزي ادم كايد، ولما ناصر ماهر لعب في مركزه بقى في نص الملعب بدل الطرف اليمين، فالدنيا هجوميا بقت احسن شويه. الكلام ده ليه يا جماعه؟ لان في فخ ممكن الناس كلها تقع فيه، وهو ان حلاوه جون شحاته والجرينتا والروح ووقت الاجوان بتاعت ناصر ماهر ومحمد شحاته واللي حصل ده كله هيغطي على السلبيات. الماتش ده كان سهل جدا انه يخلص تعادل، وكان ممكن كمان سيراميكا لو فريق قوي وسيراميكا عمل ماتش هجومي كان ممكن هو يخطف جون. بالمناسبه سيراميكا امبارح اللي انا شفته مستواه ضعيف جدا عن السنه اللي قبليها، برضو احنا كل ده لسه يا جماعه بدايه موسم، عشان ما حدش يقول لي انت بتحكم وان انت قررت خلاص ان ده ضعيف وده كويس وده قوي، كل ده لسه احنا في بدايه موسم ومفيش اي حاجه يتحكم عليها. بس انا بحلل اللي انا شفته بعيني امبارح. سيراميكا فرقه مش قويه، والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان اقوى بكتير. حلو كده. سيراميكا لو فرقه قويه وكانت عامله شغل هجومي كويس كان ممكن هو يخطف الماتش. تمام. فمش عايزين الجونين اللي الزمالك جابهم والثلاثه بونت اللي الزمالك خدهم يغطوا على السلبيات، لا، فيريرا محتاج ان الفتره اللي جايه يدي الصفقات. فيريرا محتاج يلعب كل لاعب في مركزه، ناصر ماهر ما ينفعش يبقى وينج. شيكو بنزا، انا برضو في حاجه في شيكو بنزا غريبه قوي، انا مش عارف هو متضايق ليه، يعني برضو من الحاجات اللي علامات استفهام قوي بالنسبه لي. يعني شيكو بنزا ده فيه علامتين استفهام، العلامه الاولى مستواه، العلامه الثانيه انت متضايق من ايه؟ انا فاكر ان هو متضايق من نفسه بيعاتب نفسه، ده طلع ان هو متضايق انه اتبدل. ده انت كتر خير الدنيا ان انت ما اتبدلتش بين الشوطين. طب انت مش هتلعب الماتش الجاي اساسا بالمستوى دوت، ما انت مستحيل ان انت تلعب بالمستوى دوت. بقول عليكم بس برضو في نقطه ايجابيه مهمه جدا لازم اقولها، وهو صلاح مصدق. صلاح مصدق يا جماعه، انا مبسوط جدا ان صلاح مصدق بجد ما مشيش السنه دي، ومبسوط جدا بمستوى صلاح مصدق والروح بتاعت صلاح مصدق. صلاح مصدق يا جماعه امبارح كان بيلعب بروح كده، لما نزل تحس ان هو ليدر، وتحس ان هو في الجون حتى فرحان قوي قبل ما ينزل، وتحس بعد الماتش بيحتفل من الجمهور من قلبه، ومستواه الفني حلو. يعني مش بنتكلم ان هو لعيب بيعمل شو وروح وخلاص، لا، هو لعيب فنيا حلو جدا. فانا مبسوط جدا برضو بنقطه صلاح مصدق، وبحسبها ان هي نقطه ايجابيه جدا. طيب عشان ما اطولش عليكم، فيريرا محتاج ان هو يدي الصفقات الجديده، محتاجين نشوف عمرو ناصر وعدي دباغ في الهجوم، محتاجين نشوف ادم كايد يبدا الماتش الجاي، وعبد الحميد معالي ياخد اكتر من كده. محتاجين نشوف جدا برضو احمد ربيع لما يرجع من الاصابه، لان انا بقول ان في الاخر الزمالك عمل صفقات كتير جدا، وانا بقول ومراهن على ان احمد ربيع هيبقى اهم صفقه في الزمالك السنه دي. الماتش الجاي ماتش مقاولين العرب، ماتش الى حد ما برضو مش هنقول هو ماتش صعب، كده كده الدوري ما فيش حاجه مضمونه والماتشات كلها صعبه، بس الى حد ما ماتش مقاولين العرب مش هيبقى صعب قوي. فرصه الزمالك انه يقدم مستوى اقوى، وفرصه اللعيبه ان هي تثبت نفسها اكتر من كده. ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي، وهستنى اي تعليق منكم. ما تنسوش بس اهم حاجه تعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.